الذي كفر بآياتنا وقال إن ماله وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا وأهلنا وأموالنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا والله كويسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم أعزائنا المشاهدين. طبعا اليوم في هذا المسجد مسجد المسند صلى فينا اليوم الشيخ ناصر القطامي جزاه الله خير ونور المسجد، وفي خاطري كلام كثير عن هذا الشيخ المحبوب جدا من قبل الكثير. اليوم المسجد امتلأ إلى آخره، وأيضا في الخارج الناس كانت تصلي ودعاؤه خاشع جدا جدا جدا، فأسأل الله أن يحفظه وإن شاء الله يتردد إلى الدوحة كثيرا يا رب يا رب. هذا ما نأمله من الشيخ ناصر القطامي.
والله يوفقه يا رب ويجي إلى الدوحة مرات عديدة إن شاء الله. وكان اليوم آخر يوم، كان الخبر أمس فأنا دريت أمس. هو من يوم الأحد كان موجود، أحد اثنين ثلاثاء، اليوم ثلاثاء آخر يوم ختمها في هذا المسجد. فالحمد لله يعني نحن درينا متأخر، بس إن شاء الله خير، إن شاء الله يجي في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.